شوفوا تحكي لكم أعزائي وعزيزاتي، أنا ملاك الدوش. رح أعمل اليوم معكم كتف خروف بطعم لا يكرر وجنبه رز إشي بشهي. طبعا ما ننسى إنه رمضان على الأبواب وهاي وصفة رمضانية بامتياز. اللهم بلغنا رمضان يا رب. صحن رح أضيف معلقة صغيرة من بودرة الثوم، معلقة صغيرة من بودرة البصل، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من بهار اللحم، الكركم، معلقة صغيرة من البهارات السبعة، وشوي من الفلفل الأسمر، وشوي من الزنجبيل، ومعلقتين من الملح، معلقة لبن كبيرة، ومعلقة صلصة كبيرة، وبحركهم كتير منيح. بعدين رح أضيف عليهم شوي من زيت الزيتون، وبرضه أحركهم كتير منيح. وهيك صارت عندنا التتبيلة جاهزة. بعمل زي ما انتم شايفين بالكتف فتحات عشان لما أحط التتبيلة تتغلغل عندي بالكتف، وبفرد التتبيلة. بعدين بدعكها كتير منيح لحد ما نتأكد إنه كل الكتف أخذ عنا من التتبيلة. بقلبها على الجهة التانية وبرضه بحط من التتبيلة وبكمل دعك. طبعا فيكم تحطوا حبات توم جوات هاي الفتحات، وبتركها عندي أقل إشي 4 ساعات أو ليلة كاملة يفضل. طبعا تاني يوم بجيب القصدير وبحط عليه ورق الزبدة، وبعدين بجيب الكتف وبحط أي بهارات صحيحة عنا. أنا هون حطيت روزماري، وحطيت كمان قرنفل، وحطيت كمان هيل طبعا، وحطوا كمان ورق غار بس ما كان عندي صراحة. وبدهن الوجه شوي من الزيت النباتي. بعد هيك رح أغلفها كتير منيح. يا جماعة لازم أقطع النفس عنها تماما، ولا نتفة نفس تكون فيها عشان تستوي يطلع عنا منهنة. رح أحطها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 250 بالرف اللي قبل الأخير لمدة ربع ساعة. بعدين رح أنزل الحرارة لدرجة حرارة 200. تأخذ معي تقريبا 3 ساعات. ويا عيني الريحة يا جماعة، ما أوصف لكم قد ايه ريحتها بتشهي. شوفوا لي كيف طلع منظرها. وأهم إشي يا جماعة الخير الزيت والمية اللي نزلت من الكتف خلوها، لأنه رح نعمل فيها وصفة رز بتشهي لأنه فيها كل النكهات. طنجرة بضيف شوي من الزيت وببرش حبة من البصل بقلبها. بعدين ببرش حبتين من الجزر وبرضه بقلبهم. لما يدبر عنا شوي رح أضيف الزيت والمية اللي نزلت من الكتف، وأضيف عليها البهارات اللي بدكم إياها. أنا ضفت هيل، قرنفل، وبهار لحم، وشوي من بودرة الثوم وفلفل أسمر، وظرف من الكنور لأنه بضيف لها طعم كتير زاكي، وبقلبهم كتير منيح. وعندي تقريبا كيلو من الرز كنت ناقعه، أقل شي ننقعه نص ساعة، بقلبه كتير منيح مع الخلطة. بعدين بغمر الرز بالمي وبترك الرز على درجة حرارة عالية لحد ما يطلع عندي فقاعات زي ما انت شايفين. لما تطلع عندي فقاعات بيكون كمية المي ممتازة. بغطيها وبتركها لحد ما يستوي تماما. والله على هاي الريحة يا جماعة، ريحة لا تقاوم. بحط كتف الخروف، بعدين بزينها بأي إشي بدكم إياه. أنا المكسرات اللي زينتها فيه لوز، وحطيت أو عملت وردة من البندورة ووردة من الخيار. وشوفوا كيف اللحمة دايبة دوب. وبس والله هاي هي السلافة. طبعا هاي وصفة رمضانية بامتياز لعزايمكم.